هقول لك النهارده على أغنية من أجمل الأغاني، وهي القلب يعشق كل جميل، التي تعد من روائع الغناء الديني في القرن العشرين. السيدة أم كلثوم قدمتها سنة 1971. خد بالك الأغنية دي باللغة العامية، أم كلثوم عمرها ما غنت أغاني دينية باللغة العامية. يعني إذا غنت قبل كده طلع البدر علينا وإلى عرفات الله وحديث الروح، لكن دي لما قرأت كلماتها عجبت جدا بيها، قلت بقى خلاص يا بيرم أنا عايزاها. بيرم خلاص أوكي، أنا يعني صاحبي الشيخ زكريا أحمد الملحن العظيم هودي له القصيدة دي عشان أنت تغنيها. وفعلا أم كلثوم راحت مع بيرم التونسي للملحن فعلا المبدع زكريا احمد، وبدأ زكريا لحن الاغنيه، وبعدين من بعد ما خلص لحنها عرضها على السيده ام كلثوم. بس ام كلثوم كانت ذكيه جدا، ما عجبهاش اللحن، بس لو قالت ان اللحن مش حلو زكريا احمد هياخد الاغنيه يديها لحد تاني. وهي بعد ما قرأت كلماتها القلب يعشق كل جميل، وهي ما شفت جمال عين واللي صدق في الحب قليل، خافت تروح منها الاغنيه دي. فضلت ساكتة 10 سنين. مات بيرم التونسي ومات الشيخ زكريا أحمد، وما نسيتش هي القصيدة أبدا. عطتها لمين بقى؟ للعبقري المتألق رياض السنباطي. رياض مش ممكن أرق الكلمات، عيط وهو بيقراها قبل ما يلحنها. اللي صدق في الحب قليل، وندم يدوم يوم ولا يومين، واللي هويت اليوم دايم وصاله دوم، لا يعاتب اللي يتوب ولا في طبعه اللوم، واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره. قعد يألف زيرو، بس ايه، يبكي بكاء شديد جدا وهو بيلحن. الكلمات كانت مكتوبة بصدق، وأم كلثوم غنتها بصدق، ورياض السنباطي لحنها بصدق. الحقيقة أغنية اسمعها لو أنت متضايق في أي وقت، اسمعها هتلاقي نفسك امتلأت بهجة وسرورا. الأغنية دي عاشت 50 عام من 71 حتى الآن، والكل بيسمعها وبيطرب لسماعها.